ازيكم؟ قبل ما نبدا الفيديو صلوا على النبي. انا بقى عايزه اتكلم معاكم في نقطه كده، وانا بقشر البطاطس بصراحه غيظاني ومضايقاني لحد النهارده، بس صراحه يعني خلاص الموضوع عدى. بس هقول لكم بقى، انا يعني ليا بنت صاحبتي انا كنت يعني انا بعزها لحد دلوقتي بعزها برضه والله. بس الفكره في ايه بقى، ان انا متضايقه منها جدا وزعلانه زعل فظيع. هي من القاهرة. انا يعني معرفتي بيها عن طريق جروب ميك اب وكده، وانا بحب الميك اب وكنت بعمل ميك اب فيديوهات ميك اب، وكنت بقى ايه ناوية بقى ايه اتمادى في حوار الميك اب وبقى ميك اب ارتست والكلام ده. المهم ما علينا. فبعدين انا كنت في الجروب ده واتعرفت عليها وبنكلم بعض كويس وكل حاجه، وانا اصلا قايله لها من قبل ما اعرف ان انا هتجوز، قلت لها هبقى اعمل ميك اب فرحي معاكي، يعني لما كنت مخطوبه، يعني من قبل ما الجواز يجي مثلا قبلها بسنه ولا بسنتين، بسنه ونص كده، يعني كده عشان الجواز عندي الخطوبه قعدت معايا سنه ونص. تمام. وبعدين ايه، قالت لي ماشي وبتاع، وانا كنت حابه الميك اب بتاعها بصراحه، وهي ساكنه في اخر الدنيا، وانا المفروض انا ساكنه في حته يعني ابعد منها بكتير برضو، وهي ساكنه برضو في اخر الدنيا. المهم انا يعني يومها الاوبر اللي انا رحت لها بيه كان ب 500 جنيه 500 جنيه. بس جه اليوم بقى اللي انا هتجوز فيه بقى وخلاص، وكلمتها واتفقنا مع بعض. بس هي وقتها هي بصراحه برضو كانت حامل، فانا اتفقت مع ان هي تيجي، هي كانت هتيجي، بس جوزها قال لا ما تجيش ان هي كانت تعبانه. بس وبعدها كلمتني وقالت لي مش هينفع اجيلك، لو عايزه تيجي انت تعالي ومش عارفه ايه. قلت تمام. كان جنبنا واحده اصلا بتعمل ميك اب وكده، الميك اب بتاعها برضو مش يعني عادي، مش قد كده ومش وحش في نفس الوقت. يعني كنت يا ريتني لحد النهارده بندم من ندم عمري ان انا ما رحتلهاش بجد يعني، وضيعت فلوس المواصلات دي كلها وضيعت وقت على الفاضي يومها. يعني اتحطيت محط وحش قوي اليوم ده. المهم بقى رحنا عشان نتسوق، يعني رحنا عشان اعمل الميك اب وكده.